السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكل مقطع جديد أقول لك فيه عزيزي المشاهد، يجيب لك أي حاجة تاكلها أو تشربها عشان المقطع ده هيكون نار نار بمعنى الكلمة. فيا ريتك تدوس اللايك والاشتراك زي ما أنا هنفعك، عشان هجيب لك 5 ألعاب غير معروفة أصلا في الوطن العربي. أنا دورت وبحثت ودققت على ستيم أنلوك ده مكان تحمل منه لعب لا تحصى يعني. خش فيه أنت وشوف بقى، والألعاب اللي بحكي لك دي كلها رابطها كلها في الوصف، فشاهد الفيديو النهاية عشان تعرف كل لعبة قصتها ايه وميزتها ايه وحلاوتها ايه، اللايك بتاعك الجميل فين وما بتخطش ليه. ويلا بينا على المقطع. والألعاب دي بتشتغل على أجهزة 1 جيجا رام و2 جيجا رام، أنت متخيل؟ وعلى ويندوز اكس بي كمان. فشوف المقطع بنفسيكم. واللعبة معنا في الفيديو هي لعبة جو هوم دايناصور. يا عزيزي المشاهد، لو انت كنت استراتيجي ولك في الألعاب الاستراتيجية، فاللعبة دي ليك استثناء. اللعبة دي فكرتها إن هي أصلا انت كنت مجموعة سناجب بتحتفلوا بقى وفرحانين وجايبين لحمة بتطبخوها، فجأة الديناصورات طلعوا مش عارف من فين، الانقراض طلعوا عشان يجوا ياخدوا اللحمة. فانت مهمتك ان انت تحمي اللحمة دي بكل ما اتاك الله من قوة، وحاول على قد ما تقدر انهم ما يلمسوش اللحمة دي، عشان هي شفت القنابل اللي قاعدين هنا دول يعتبروا نجوم. لو قنبلة راحت نجمة راحت. فحاولوا على قد ما تقدروا ان انتم تكونوا جنود وتحموا اللحمة دي على قد ما تقدروا. واللعبة تشتغل على ويندوز اكس بي، انت متخيل؟ يعني انت لو معاك جهاز ابو كرتونة ده اشتغل عليه عادي. واللعبة فيها كمية جنود غير طبيعية، يعني في جنود تلج، في جنود نار، في جنود ليزر، في جنود كهرباء، في جنود مش هتتخيلهم أصلا. فأنت خد براحتك بقى. لو الجزء الهند ده هو يعتبر الفلوس، يعني تاخد 3 جزء هند خد واحد، تاخد 5 جزء هند خد واحد، على حسب هو هيطلب منك عدد معين، فأنت جيب له العدد المعين اللي هو بيقول عليه وخدته. وشايف السنجاب اللي قاعد يتحرك ده، انت تقدر تتحكم بيه تودي اي حته انت عايزها. هو ده اللي بياخد مثلا جزء الهند، هو ده اللي تحطه في اي حته يضرب له، عامل زي الخدام بتاعك يعني، تتحكم فيه براحتك مثلا. واللعبه موجوده على ستيم انلوك، مساحتها 382 ميجا، فاللعبه مساحتها كويسه الصراحه، يعني تقدر تحملها على اي جهاز. فان شاء الله اكون افدتكم في اللعبه الاولى، ويلا ننتقل على اللعبه الثانيه بسرعه عشان اللعبه الثانيه النار. تاني لعبة معانا في الفيديو هي لعبة ليتر كويس، واللعبة 1 جيجا رام، وتشتغل على الأجهزة الضعيفة، وتشتغل على الكرتونة اللي بقولك عليها دي، يعني تقدر تشغلها اللعبة. بس اللعبة دي ممكن متكونش جوك، يعني اللعبة بتعتمد على الكلمات الإنجليزية. عشان فكرة اللعبة اللي أنت بتتصل على واحد موصل بيقولك لا أنا مش هقدر أجي وكده، وأنت عايز تروح له بقى، أنت بتروح له في عقبة تواجهك أنت عشان تروح تاخد بالدقة مش عارف إيه، فهتلاقي وحوش وهتلاقي عقبات وصناديق مثلا كنوز. كل ما تكون كلمات إنجليزية يدوك الكنوز دي. واللعبة هتديك مربع من تحت كده فيه كلمات إنجليزية، فيه حروف إنجليزية، أنت ترتبهم بقى. مثلا كلمة دوج، مثلا في دي وجي، فأنت ترتب بقى، بتحط دوج، فأنت هتدمج الوحش ده دمجة، هتحط كلمة تانية هتدمج الوحش ده، هتحط كلمة هتدمج الوحش التالتة، يعني مش هتطلع عيد وكرر ولحد ما تكتب. وبعدها هتعدي، بعدها كل ما تعدي مرحلة اللعبة بتصعب، تديك كلمات إنجليزية عمرك ما هتعرفها أنت أصلا. فاللعبة دي ممكن ما تكونش يعني جوك، بس اللعبة ممتعة الصراحة، أنا جربتها لقيتها ممتعة، بس أنا عشان مليت في الإنجليزي عشان كده معجبتنيش. أنت هتعجبك أكيد، ولو عايز تقوي الإنجليزي بتاعك برضه اللعبة هتكون فايدة ليك، يعني تكتب أي كلمة لو مش عارف أخش على المترجم ترجمها وهتعرف الكلمة وبس، وكده تبقى أستاذ في الإنجليزي. وأنت فاكر اللعبة وقفت على هنا؟ لأ، فيها قوات ومهارات وحاجات كتير يعني. وفي محل تشتري منه مثلا قلوب، مثلا كل ما تموت حياتك ترجع تاني. وفي مثلا تلميحات، تشتري تلميحات للكلمات دي، وفي حاجات كتير يعني. والأمانة يعني اللعبة صعبة الصراحة، عشان ما اكدبش عليك وأقول لك اللعبة حلوة وكده، هي صعبة الصراحة يعني. لو أنت ليك في الإنجليزي بقى حملها بقى. يلا بينا ننتقل للعبة التالتة. وتالت لعبة معانا هي لعبة إيفنت كوليكشن. واللعبة دي صراحة من كتر المراحل اللي فيها معرفش اشرح لك من فين ولا فين. ليها كل مرحلة ليها أبواب، والأبواب دي فيها مراحل من جوا، المراحل دي فيها لخبطة من جوا. يعني في مراحل بتخليك مثلا تخليك تطير، تمشي انت بتطير، تخليك تمشي بالعكس، مثلا تدوس يمين يروح شمال، مثلا تخليك تنط وانت تنزل، لما تنط تلاقيه ما بينطش يعني هو بينزل. وفي مراحل لما بتاع الشوك هو بخليك تنط. يعني الصراحة فيها مراحل غير متوقعة، فيها حركات غير متوقعة يعني. وفكرة
فكرة اللعبة ان انت حبيبتك راحت من الفيلة الجنبية، في هامستر كبير كلب خطفها، انت هتحاول تقتل الهامستر ده هتفوز عليه يعني عشان تفتح الباب اللي في النهاية وتوصل لحبيبتك الفيلة. فانت بقى هتعدي بعقبات بقى ومراحل كتير وحاجات كتير يعني، والمراحل كلها مفتوحة، انت تقدر تلعب اي مرحلة، بس انا انصحك تلعب بالترتيب عشان تعرف القصة من اولها وتعرف تختم اللعبة براحتك، تعرف على الروقان كده تختمها براحتك. وصح في حاجة مهمة نسيت احكيها في اللعبة، ان في حاجة في اللعبة اسمها لايك واشتراك. لا امزح بس لو عايز تخط لايك خط لايك، بس خط لايك ما علينا. يلا بينا نكمل يعني نشرح في اللعبة. واللعبة انت مش هتصدق هي برضه 1 جيجا رام ومش عايزة اصلا كمبيوتر قوي عشان تشتغل عليه، عايز كمبيوتر ضعيف اي كلام زي بتاعي كده، زي حالاتي كده يعني. والصراحة الرسم الكرتوني اللي في اللعبة ده مخليها شكل اللعبة لطيف رائع جدا يعني، انت هترتاح اول ما تشوف الالوان دي. فانزل تحت في الوصف هتلاقي الالعاب دي كلها روابطها كلها مخطوط، هتلاقي الروابط بتاعت الالعاب الخمسة. لسه اللعبتين جايين، اصبر احكي لكم بس على اللعبة دي. اللعبة فيها انجازات كتير خالص يعني مهما تتصور، هتلاقي حوالي 250 انجاز في مرحلة واحدة، فانت بقى ختم براحتك الانجازات دي على قد ما تقدر. ومش عارف ايه فايدة الانجازات يعني، بقول لك كده وبس، هي مش حاجة، بس براحتك عايز تختمهم عشان اللعبة تبقى احسن يعني، وتشويق يعني اكنه تحدي ليك يعني، تختم 250 انجاز وبس كده مفيش حاجة ثانية يعني. يلا بينا ننتقل على اللعبة الرابعة. رابع لعبة معانا هي لعبة ريميز ويز وينجز. وفكرة اللعبة باختصار ان انت تكون بشخصية بنت تلعب، شخصية البنت دي تقابل زعيم كده، زعيم بتاع الظلام، يخليك تروح للعالم بتاعه بقى، وانت تحاول بقى تطلع من العالم ده تروح لعالم في العالم، عالم البياض، هو ظلام البياض، هو معرفش، هو دي العوالم الموجودة. الصراحة والله اللعبة دي أسطورية بمعنى الكلمة يعني، فيها كمية أكشن وحركات وضرب وبتاع، كل ما تدوس زرار وتضرب في حركة، أنت متخيل حركة فوق حركة تحت حركة يعني، في حركات ضرب غير مش هتتوقعها أصلا، وفي حركة زي الضربة القاضية كده، تمسك السلاح تضرب وتنزل تعمل لك برد من فوق كده. وهتقول لي إيه فيها اللعبة يعني، أقول لك إن أنت تقدر تتحول برضه شخصية طائر، الطائر ده بقى تضرب بيه، تمشي بيه، تطير بيه فوق، تحل بيه الغاز. واللعبة صح ما ذكرتش فيها، اللعبة دي فيها ألغاز يعني، مثلا ممكن تشيل بالطائر مثلا قطعة فيها كده توديها للحتة دي تفتح لك باب، ممكن مثلا تلاقي واحد تضربه ينزل لك مفتاح مثلا، أي حاجة تفتح بيه أبواب. صراحة اللعبة أسطورية بمعنى الكلمة، واللعبة فيها كمية أشرار غير طبيعية يعني، كل ما تعدي مرحلة كل مرحلة هتلاقيها فيها مثلا شريرين كده 3، تاني مرحلة تلاقي 10 على طول، تالت مرحلة تلاقي فيها زعماء تانية تتغير، رابع مرحلة برضو كالآتي، خامس مرحلة يعني فيها زعماء كتار يعني. الصراحة أنا جربتها والله اللعبة ممكن تكون اللعبة دي أحسن لعبة في المقطع، بس لو عايز تحملها الرابط بتاعها تحت بقولها لك، الرابط بتاعها ما تفوتكش الفرصة عشان الفيديو ده مش هتلاقيه عند أي حد تاني. واللعبة دي دور كده على الوطن العربي لو حد شارع على اللعبة دي مش هتلاقي، عشان أنا الوحيد اللي شارع عنيها، أنا طبعا بدور المحقق كونان بتاع الألعاب أنا. وبرضه في حاجة مميزة في اللعبة، اللايك مميز في اللعبة كمان، والاشتراك كمان من تحت. صراحة هم دول أحسن ميزتين في اللعبة كلها يعني، ما تفوتكش الميزتين دول. ويا جماعة عايزين نوصل 10 مشتركين، أنا 6 مشتركين، عايزين نوصل 10. لو وصلنا 10 يا عم هعمل لكم جيف أواي 10 جنيه، أنا هطلعها من جيبي 10 جنيه، الفرصة دي مش هتيجي تاني، فأحسن لكم اشتركوا. عايزين نوصل النهاردة 10 مشتركين، أنا مش بطلب طلب كبير بس يلا على قد ما تقدروا. واللعبة مكتوب هي على الموقع إن هي بتشتغل على 4 جيجا رام، بس أنا والله جهاز 2 جيجا رام واللعبة بتشتغل عادي من غير أي تقطيع ولا أي حاجة يعني. صراحة والله الفريمات معدولة، فريمات سلسة وكل حاجة وبتشتغل عادي يعني، أنا مستغرب إذا مكتوب 4 جيجا رام ماشي. ويلا أنا أحس طولنا في اللعبة دي، ويلا بينا ننتقل على اللعبة الخامسة في الفيديو. وخامس لعبة معنا في الفيديو هي لعبة في ايوه حرفيا اسم اللعبة كده، انا مش عارف ايه اللي فكر في الاسم ده بتاع اللعبة، بس انت هتقول بكوري يعني اللعبة دي اسمها غبي شوية، اكيد اللعبة هتكون غبية. اقول لك لا استنى، عندك ازاي غبية؟ اللعبة دي اسطورية بمعنى الكلمة، بس فيها كمية صعوبة صعبة جدا اللعبة دي يعني، فيها عقبات لا تتصورها، ممكن مثلا يطلع لك شوك من يمين شوك من شمال، في عقبات في وحوش فيه، واللاعب بيمشي بالعكس يعني، ممكن يمشي من تحت ممكن يمشي من فوق، وفي عقبات بتجيلك من اي حته بقى انت توقع بقى على قد ما تقدر. وفي مؤثرات بصريه كبيره جدا في اللعبه دي يعني، انت هتتزاول، عيونك هتزغلل كده، عيونك هتشوش من كتر المؤثرات البصريه دي. والمشكله ان المؤثرات البصريه دي متقاربه لون الشخصيه يعني، انت هتفتكر لون الشخصيه ده تبع الخلفيه اللي وراك، فاكيد هتخسر. واللعبه دي ليست للاشخاص الانواب المناوب، انا الصراحه محترف طبعا في
في الألعاب دي فسهلة علي اللعبة. أنا كان مرة ما متش خالص في اللعبة دي. واللعبة فكرتها إن في مولدات كهربائية، اللي أنا أعرف الصراحة اللي أنا جربته وأعرفه بقوله، يعني أنا جربتها في مولدات كهربائية كده لازم تكسرها في عدد محدد كده في الخريطة، لازم تروح لكل واحدة وكل واحدة هتقابل فيها عقبات أصعب من التانية، يعني هتتعامل زي الكلب في العقبات دي، تاخد لك في الشوك من هنا والشوك من هنا والشوك من تحت وشوك من فوق وطلقة من هنا وطلقة، يعني أكيد هتموت، أكيد مستحيل ما تموتش ولا موتة. يلا أتحداك ما تموتش ولا موتة. وكل ما تتقدم في اللعبة كل ما اللعبة تصعب، يعني تتقدم شوية هتلاقي العقبات بقت أصعب بكتير كمان، مش أصعب بشوية، كل ما تتقدم هتلاقيها صعبة خالص مش هتعرف تعدي، يعني هتاخد لك حوالي قول 5 دقائق عشان تعدي ولا 10 دقائق. فلو انت ليك الالعاب الصعبة دي اللعبة دي ليك، ولو مالكش الالعاب الصعبة دي اللعبة برضو ليك، المهم انك تحمل اللعبة وبس. يعني عشان ترضيني، يعني انا تعبت عشان اجيب الالعاب دي، فحملها وجربها وخلاص، لو مش عايز تحملها خلاص براحتك، بس هتضيع عليك الفرصة. وفي حاجة نسيت احكيها مهمة، اللايك والاشتراك. احنا وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى المقطع يعجبكم ان شاء الله، ويا رب تستمتعوا باللعب لو حملتوها اصلا، بس انصحكم تحملوها الصراحة، يعني لعب حلوة الصراحة وجميلة. وما تنسوش اللايك والاشتراك. شايفك لسه ما خدتش لايك، خدت لايك.